وعمنا الكبير يا شباب السلام عليكم. اللي يعرفني يعرف ان انا بكتب كويس قوي، بتتكلم كويس يا اخويا، بس في ساعه الكلام يعني مع المنظر اللي احنا فيه ده بصراحه يعني منظر جميل يعني. انا بقول لكم بس ان انا سعيد جدا باللمه اللي احنا فيها دي، وسعيد بوجودكم كلكم معانا واحد واحد. يعني يكفي ان الواحد وانتم داخلين كلكم ان انا عارفكم بالاسم يعني، فدي الحمد لله نعمه من عند ربنا. ويا رب دايما والجاليه اللي مجمعانا ديت مفيش ولا واحد في المجموعه الكبار اللي فيها بيدور على مصلحه. وارجع اقولها واكد عليها، الجاليه دي والنشاط بتاعها قايم على 6-7 تنفار هم اللي بيدفعوا من جيبهم. معلش انا اسف ان انا اقول كده، احنا ولا بنبص للاشتراكات ولا بنبص لحد يساهم معانا، احنا بنبص للمه حلوه بتجمعنا زي ديت، سواء على الفيسبوك سواء على حاجه. انا بقالي يومين الناس داخله على الخاص، انا بدافع عن عزيز المصري وهو حتى من سنه، وحتى لما شتمني في يوم من الايام ومعلش انا بقولها هو موجود، معلش انا لا عادي، لا كل ما اقول الكلمتين دول انا اسف خلي بقى خلاص عايز المصري تكمل، انا متعود على حاجه، ما اقدرش انكر لواحد حقه. عزيز المصري من سنه والراجل ده في كل حته معانا، في كل مكان معانا، الراجل ده بيصرف من جيبه وفي العلن وشتمني. ما اقدرش ان انا اقول على عزيز المصري غير انه انسان خدوم وكلنا معاه. شتمني وكلنا مع عزيز، والراجل جدع وغصب اللي مش عاجبه عزيز المصري يخبط دماغه بالحيط. عزيز والشعب ودلوقتي هنتكلم. هو عايز المصري شتمني حاضر لحظه بس. وطبعا لا يفوتنا في هذا اللقاء، لقاء السحاب، ان احنا نذكر بدايتنا مع مجموعه مصري الروسي والاستاذ رامي عادل نبيل، وله الكلمه. عايز المصري شتمني كمان اكسب ملوش حل لما لعب. ايوه اسمعوا يا جماعه، اسمعوا يا جدعان. برافو يا رامي، برافو. ايه شغل يا رامي. احنا ابتدينا دلوقتي دروس اللغه، اهم حاجه دي دروس اللغه دلوقتي. بعد دروس اللغه في الدكتور مازن عامل حاجه اسمها تاهيل. التاهيل ده هيكون ثقافي وقانوني، واسلام اقترح انه هيكون في تاهيل مهني. يعني بمعنى الاصح هنجيب مثلا في واحد في مهنه هنا مثلا عايز تصلي ليه نشتغل مثلا الشاشه لو حالها وقف، ممكن نخلق مجال عمل جديد، نفتح اي حاجه جديده. ويا ريت كلها وهو اسلام هيشرح الفكره بتاعته دلوقتي للناس كلها وهي فاهمه دلوقتي. لا هو عايزين نروح البولينج الاول ماشي. شفت الناس بتدور على مصلحه بقى الاستاذ اسلام سافر الاسلام. السلام عليكم على الحضور كله. احنا بس كان حاجه من التاهيل المهني. كنا عايزين احنا نفتح مجالات لينا كلنا، بدل ما يبقى في فئه معينه شغاله في الشيشه نقدر احنا نجيب ناس نقدر تعلمهم او تعلمنا يعني عموما. لا تديهم شهادات عشان يعرفوا يشتغلوا بيها، عشان يبقى في ورق قانوني. هو لو حاليا مش هيبقى فيه عموما شهادات لان مش هيبقى فيه ان شاء الله. هنشتغل على التاهيل المهني، هنشوف لو في اي مجالات ثانيه نقدر نفتحها، اسواق مثلا نصلح موبايلات، نصلح كده، يبقى حتى الشخص هيقدر يطلع من التاهيل المهني ده يقدر يفتح ليه مركز يقدر يشتغل، هتبقى حاجه ثانيه يعني رزق كمان ليه ان شاء الله. ان شاء الله بعد ما نقابل عمده موسكو هناخد منه اماكن في الاسواق. يا ريت، دي اهم حاجه طبعا المكان اللي لازم نتعالج فيه. تعالى يا كريم اسمع يا كريم بقى يعني انا
معلش كلمتي هتبقى طويله شويه. انا طبعا اول ما جيت روسيا هنا تمام، انا طبعا كنت فاكر ان الدنيا هتبقى اوروبا زي اي دوله ثانيه. طبعا لما شفت بعد كده موضوع مجموعه مصر والروس، اسمعوا يا جدعان، بعد كده ابتدينا نتقرب اكتر والعدد عمال يكبر. عرفت ان انا ليا اهل هنا وليا اصحاب هنا زي ما زي في مصر بالظبط. تاني حاجه طبعا كان في ناس كتير كانت بتتكلم وتقول لك الجاليه معموله عشان تتعمل منها سبوبه او تتعمل منها بيزنس او الكلام ده كله. اللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت دي كلها يثبت لناس كتير ان مفيش الكلام ده. تاني حاجه ان الجاليه المصريه لو بتصرف او بتعمل سبوبه او بتعمل مثلا بيزنس، الجاليه المصريه ما بتصرفش عليها من الدوله، او مثلا السفاره المصريه بتديها فلوس. دي كلها مجهودات ذاتيه. المصاريف اللي بتصرف دلوقتي عشان مثلا يبقى في تدعيم مثلا لدورات اللي هي اللغه او اي دورات ثانيه، دي كلها يعتبر تدعيم من الجاليه واعضاء الجاليه. تاني حاجه كان في طبعا مشكله قبل كده كانت ظاهره على النت ويا ريت نتكلم فيها برضه. طبعا كان في مشاكل حصلت وكان في غلط حصل بين اخواتنا المسيحيين والمسلمين. احنا عمر ما في بينا الكلام ده نهائي، ولا عمر هيكون في بينا الكلام ده. احنا طول عمرنا اخوات تمام، اذا كنا في مصر اذا كنا في روسيا. طبعا اخر حاجه طبعا يعني بتمنى الناس الكبار اللي موجودين في الجاليه او حتى خارج الجاليه يبتدوا يسعوا بجد في موضوع ان يشوفوا مجالات ثانيه غير الكاليات، لان بجد هيفتح باب رزق لناس كتير. وفي نفس الوقت برضه هنحاول نحمي نفسنا برضه موضوع الكاليان، لان احنا زي ما احنا عارفين طبعا احنا يعني كلنا شباب بس عارفين صحتنا بعد 10 سنين هتبقى في الارض. بعد 2 بعد سنتين فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله يبقى في مشاريع ثانيه تتفتح بحيث انها تبقى حتى مفتوحه باسمنا احنا كمان، يبقى احنا لينا حاجه في البلد. شجعونا عشان نعرف نعمل حاجه. هو يا باشا الاهم، هو يا باشا الاهم ودلوقتي هنبدأ نوزع جوائز الطنبلة، جوائز الحفل الكبير ولقاء السحاب بواسطة الأستاذ عماد موسى، وعايز أسمع له تحية كبيرة قوي قوي من الراجل ده. الراجل ده تعب معانا قوي قوي وعمل مجهود جبار الحقيقة وساعدنا. وطبعا اللي هيساعد الأستاذ عماد موسى مشكورا الضيف الشرف للحفل الكبير الفنان المصري والإعلامي القدير أشرف سرحان. رجاء يا جماعه التزموا الاماكن وكل واحد ودنه مع الرقم بتاعه اللي في ايده، اللي يسمع اسمه رقمه 38 12 يتقدم. اتفضل يا استاذ عماد تعالى هنا. بس الناس تقف في المكان الاول عشان كل واحد بس اقعدوا لازم يبقى مكانكم. فاهم ازاي؟ خدت رقم